السلام عليكم ورحمة الله. بالقاسم بن سديرة الله يرحمه، أستاذ الأدب بالمدرسة العليا للآداب بالجزائر العاصمة، كتب على اللهجة العربية الجزائرية في 1882 وكذلك على القبائلية في 1887. عنوان الكتاب اللي راح نتكلموا عليه اليوم هو Petit dictionnaire arabe-français de la langue parlée en Algérie. كان بن سديرة يعتبر المستعمر الفرنسي كمؤسسة عندها مهمة حضارية وجات باش تنشر العدالة والحضارة في الجزائر. بن سديرة كان يدافع عن المستعمر الفرنسي بشراسة، وكان يشوف بلي الفرنسيين رايحين يساعدوا الجزائريين باش يخرجوا من الجهل. ولكن كما نعرفوا في الحقيقة الاستعمار يبقى دائما استدمار، يغرس كل ما هو غير أخلاقي ويستولي على كل خيارات البلاد ويعتبر السكان المحليين كعبيد أو أقل من ذلك. لا علينا، هذا موضوع آخر. حبينا في هذا الفيديو نتكلموا على معنى بعض الكلمات الجزائرية من خلال كتاب بن سديرة اللي نستعملوها بلا ما نعرفوا معانيها وأصلها اللي أغلبها عربي. كالعادة فيدونا بتعليقاتكم وشجعونا بالاشتراك في القناة وانشروا الفيديو باش تعمل فايدة. بلا ما نطول عليكم نتكلوا على الله ونبدأ بسم الله. اش هو تحريف لكلمة أي شيء، مثلا أشكون تعني أي شيء إن كان. وين وفين تحريف لكلمة أين. باش تحريف لكلمة أي شيء وتعني كذلك من أجل. بلط تعني فرش بالبلط. بليون تعني الدلو. بيبيط هو طير من الطيور بالعربية ويسمى أبو طيط متوج. بدمة هو تحريف لكلمة بينما. تراس هو راجل اللي يمشي على رجليه. ترى تعني إذن، مثال جيب ترى. جرة تعني الطريق أو علامة. جادور هو الإنسان القبيح. جعبة تعني خرطوم أو أنبوب. جلطي تعني أعسر اللي يستعمل اليد اليسرى. خراط تعني عامل الخراطة أو تورنور بالفرنسية. تصر تعني شتم أو عرف، ومنها تتصر يعني تعرف. دقماق تعني ما يدق به. دنا يدنا تعني ركض. دهليز تعني قبو وكذلك كهف. ذا الوقت تعني هذا الوقت، ثم أصبحت درك دوق دوك. ارتيلة هو تحريف لكلمة الرتيلة اللي هو نوع من العنكبوت. رزين تعني حريص أو حذر. أرشم تعني دون أو دار علامة. ترنخ تعني شرب. ريض تعني تهدن. زحف زحاف تعني عرج أعرج. صدق تعني شجاع. زعر تعني شقر. زقطي تعني الإنسان تافه. زكرون تعني قفل. زلا تعني نكر. زهطة تعني ضربة. زاوش هو العصفور الدوري يقال له موانو بالفرنسية. زيطوط تعني حمامة الخشب. سقسى هو تحريف لكلمة استقصى يعني اسأل. لحقنا لنهاية الفيديو، نقول لكم يا منعاش والسلام عليكم ورحمة الله.